السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهارده ان شاء الله هعمل لكم فيديو بجد تحفه، كنت عايزه اصوره بقالي كتير قوي. بما ان الحمد لله خلصت ثالثه اعدادي، يعني خلصت المرحله الاعداديه كلها، فانا هقول لكم عن تجربتي مع مدرسين الاعداديه بالكامل. فلو انتوا اولى او ثانيه او ثالثه اعدادي، وخاصه ثالثه اعدادي، يعني الفيديو ده ليكوا. ولو انتوا مش في الصفوف دي فابعتوه لاي حد بقى من صحابكم اخواتكم او كده. اول حاجه عشان الفيديو يبقى منظم وعارفين هو في ايه، احنا هنبدا بمنصتين. يعني ايه منصه؟ يعني مكان بيبقى فيه كل المواد بكل مدرسين مختلفين، بس هي منصه متكامله عشان بحيث ان انتوا تلاقوا كل المواد بتاعتكم مع المنصه دي. فانا هقول لكم على منصتين، واحده مجانيه وواحده باشتراك. طبعا هقول لكم عن مميزات كل واحده فيهم، وبعد كده هقول لكم برده عن مدرسين واكتر من مدرس في كل ماده لبقيه المواد. لو عايزين تتابعوا مدرس لوحده على اليوتيوب مش شرط تكونوا مشتركين في منصه كامله. بسرعه قبل ما نبدا الفيديو نقول شعارنا، وهو هل يمكنك تخمين ماذا سيحدث اذا استطعت التخيل؟ وفي اللغه الانجليزيه can you guess what would happen في could imagine. اول منصه حابه ابدا بيها وهي دي المنصه المحببه لقلبي، وهي منصه الخطه التعليميه. يا جماعه منصه الخطه التعليميه دي عايزه فيديو لوحديها بجد انا هعمل لها فيديو لوحدها ان شاء الله، بس هقول لكم نبذه سريعه في الفيديو ده. اول حاجه هي منصه متكامله لكل المواد، بيبقى في منها لكل قناه على اليوتيوب لكل مرحله او لكل صف. يعني في الخطه ثالثه اعدادي، الخطه اولى اعدادي، الخطه اولى ثانوي، الخطه ثالثه ثانوي. انا عرفت الخطه وانا في ثانيه اعدادي، وكنت معتمده على المراجعات بتاعتها اللي بتنزل مجانيه تماما على اليوتيوب، وفي برده يعني شرح دروس بينزل برده مجاني على اليوتيوب. بجد يا جماعه كنت معتمده عليها في ثانيه وثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي ما اشتركتش فيها الترم الاول، بس الترم الثاني اشتركت فيها، وبجد الاشتراك احسن بكتير وسعره رخيص جدا. يعني تقريبا انا كنت مشتركه انا لغات ب 1500 جنيه في الترم كامل، بالشرح بالحل بالواجب بحل اهم الافكار بالامتحانات وكمان بالمراجعات. ده غير ان بيبقى معاكم مشرفه قمر حرفيا بتتابعكم في كل حاجه، وبجد المشرفه دي احلى حاجه في منصه الخطه كلها. يعني هي منصه موجوده على اليوتيوب، ممكن تقدروا تسمعوا شرح اغلب الدروس بينزل، وكمان شرح المراجعات كامل وحل اهم الاسئله في المراجعات برضو بينزل مجاني على اليوتيوب، بس لو اشتركتوا بجد تبقى تحفه. دي نبذه سريعه عن منصه الخطه، لو حابين اعمل لكم عنها فيديو كامل، او لو مش حابين برضه هعمل عادي. المنصه الاولى واللي ممكن نعتبرها باشتراك او مش مجانيه. في منصه تانية انا عارفاها مجانيه بس ما كنتش بتابعها قوي، لان انا كنت معتمده بشكل كبير قوي على الخطه، ولما كنت بلاقي نفسي خلصت وفاضيه فكنت بتابع حاجات تانية، وهي منصه هنذاكر اونلاين اعدادي. المنصه دي على اليوتيوب، ابحثوا عنها، هي اسمها كده هنذاكر اونلاين اعدادي. وبجد المدرسين بتوعها تحفه، وخاصه المدرس العربي. هو الفيديوهات بتاعتها طويله شويه بس بيشرحوا الدرس وبيحلوا عليه كمان اسئله مهمه، فبتطلعي من الحصه كده حاسه ان انت لما جزء كبير من الدرس مش محتاجه تقعدي تذاكري فيه كتير. صراحه كنت معتمده اكتر على مدرس العربي والدين بتاعهم، لانه صراحه شرحه حلو، وكمان حضرت لهم مراجعه ساينس الترم الاول لميت بيها جزء كبير ليله الامتحان. كده احنا خلصنا المنصات وهندخل على كل ماده لوحديها. هقول لكم اكتر من مدرس لاني حرفيا تقريبا اعرف نص مدرسين اليوتيوب. هنبدا باول ماده وهي ماده اللغه العربيه. عندكم حرفيا مدرسين كتير، واكتر مدرسين بحبهم هو مستر عمر ياقوت. ده يا جماعه توب حرفيا، بس هو من السنه اللي فاتت عامل منصه، فانتوا للاسف لازم تشتركوا فيها، بالرغم ان بيبقى فيه بعض المراجعات الحاجات دي برده بتبقى مجانيه وساعات بتنزل على يوتيوب، بس هو برده ليه شرح من السنين اللي فاتت فشرحه تحفه جدا. في برضو مستر رجب، القناه بتاعته اسمها لسان اللغه العربيه. يا جماعه المستر ده تحفه. انا بجد الاول كنت بشوف الصوره المصغره او الفيديو من بره وما بدخلش عليه، ما كنتش حاسه قوي، بس بجد شرحه تحفه بالذات في النحو، وبسمع برضو حل التدريبات بتاعه الكتاب من عنده، بجد تحفه قوي. وتاني ماده وهي الماده المحببه لقلبي حرفيا، وهي ماده الدراسات الاجتماعيه. ماده الدراسات يا جماعه حرفيا انا اعرف نص مدرسين اليوتيوب اللي بيدرسوها، لان انا من النوع اللي بحب اسمع الدرس من كذا مدرس عشان المعلومه تثبت في دماغي واذاكرها بكل سهوله. هقول لكم عليهم كلهم وانتوا جربوا، بس هقول من الاحسن اللي كنت بتفرج عليه اكتر الاقل. قبل ما اعرف منصه الخطه التعليميه كان طبعا مستر زكي عطا شحاته، وده توب التوب بجد. بس لما عرفت منصه الخطه فطبعا مستر محمود قطب، ده توب التوب التوب. خلينا نقولها بالترتيب كنت ماشيه ازاي في ثالثه اعدادي. مثلا مستر محمود قطب توب التوب التوب، مستر عطا زكي شحاته، ومستر احمد خليفه. بجد كنت بحبه قوي 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 في ثانيه وثالثه، في ثانيه وثالثه اعدادي، وبرده في اولى اعدادي. فاكره ان انا عرفته من اولى اعدادي. حرفيا كنت بسمع الدروس كده لما اكون يعني زهقانه ومش عايزه اذاكر، يلا نسمع مستر احمد. برده مدرسين كتير زي ميس مارينا، وفي برده مستر مش فاكره اسمه مستر ايه، بس هو مستر عبده مسعد، واسم القناه بتاعته الاداره تقريبا. ان هو دايما في كل فيديو هتلاقيه بيقول حبايب الاداره مش عارفه ايه. وفي برده يا جماعه قناه المتميز في الدراسات، وده يا جماعه مستر تحفه في حل تدريبات الامتحان، تدريبات كتاب الامتحان، وبيحل برضو محافظات ومش عارفه ايه وكده، فانا كنت بحبه قوي 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 اسمع الحل معاه. واكيد مستر مهاب سلامه، وده كنت بعتمد عليه اكتر في المراجعات وحل الخرايط والحاجات دي، فهو بجد تحفه 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 تحفه، وانسان محترم جدا. اتمنى بجد ما اكونش نسيت حد، بس مدرسين الدراسات كتير قوي وكلهم تحفه بجد. ثالث ماده برضو هي ماده محببه جدا لقلبي، خاصه في ثالثه اعدادي حبيتها قوي، وهي ماده الانجليش. اول حاجه لو انتوا عايزين الانجليش بتاعكم يبقى بيرفكت خاصه في الاكسنت، فعليكم ميس رودينا من منصه الخطه. صراحه يا جماعه
بحبها موت 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 موت، ومن المدرسين المفضلين جدا عندي في منصه الخطه التعليميه. حلو كمان ان هي مش مدرسه انجلش، هي عالمه لغه، يعني هي مش زي باقي مدرسين الانجليش اللي ساعات للاسف بتلاقي مدرسين الانجليش ما بيعرفوش يشرحوا انجلش اصلا، لكن هي اصلا عالمه لغه، يعني عارفه كويس جدا قواعد اللغه، وخاصه نطقها تحفه قوي بجد. تاني ميس وهي ميس ياسمينة اللي هي انجلش ويز ياسمين، ودي يا جماعه على اليوتيوب بجد هي بدات معانا في ثالثه اعدادي، يعني انا من الدفعه المحظوظه ان هي بدات من السنه دي او من السنه اللي فاتت، يعني عشان تبقى انا اول دفعه تاخد معاها. مع الميس دي تحفه تحفه جدا، يعني حرفيا كانت بتلم وحده كامله في فيديو واحد مثلا ساعه ونص بالكتير، وكانت دايما تعمل لنا مراجعات وحاجات، فبجد تحفه قوي 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 قوي. ففاضل اخر مادتين نبدا بالماده اللي انا كنت ضايعه فيها اقل، وهي ماده الساينس. لو اتكلمنا عن الترم الاول فانا ما كنتش مشتركه في منصه الخطه، وما كنتش صراحه بتابعها كتير قوي على اليوتيوب الا في المراجعات، خصوصا ان هي في الساينس والماس ما بينزلوش فيديوهات كتير قوي على اليوتيوب، اغلبهم بيبقى بالاشتراك. بما ان انا كنت حرفيا ضايعه في الساينس، فمين اللي لم لي الساينس؟ مستر اسلام عبد الخالق يا جماعه. المستر ده تحفه، كان عامل لثالثه اعدادي مراجعه 3 ساعات بس. حرفيا انا ما كنتش عارف اي حاجه في الساينس الترم الاول، خصوصا انا كان عندي ظروف غريبه كده الترم الاول، ما كنتش بعرف اذاكر. حرفيا المراجعه 3 ساعات دي قعدت عليها ممكن تقولوا 3 ايام، وبلخص وراه كل كلمه بيقولها. لخصت الساينس كله تقريبا في حوالي 25 ورقه. فالمعلومه ثبتت في دماغي لاني كنت بكتب بايدي، ودخلت الامتحان الحمد لله نقصت درجه ونص بس. وعلى فكره دي بصوا درجه تحفه، لان انا بقول لكم ما كنتش مذاكره اي حاجه في الساينس طول السنه. وبرده سمعت ساعتها مراجعه سريعه لمنصه الخطه، ومراجعه برده كانت 3 ساعات برده، بس دي ما لخصتش وراها او كده، انا سمعتها بس. كانت برده المنصه هنذاكر اونلاين. اما الترم الثاني فانا اعتمدت بشكل كلي على منصه الخطه ومستر فادي وجيه، وبجد شرحه تحفه قوي، وخاصه في الكيمستري او في المعادلات اللي هي الكيميائيه، بجد كان بيفهمها لي موت، وكنت يعني بفهمها مش بحفظها. نيجي لاخر ماده وهي البعبع بالنسبه لي، وهي الماث او الرياضيات. يا جماعه الماده دي انا ضايعه فيها لحد دلوقتي، يعني انا كنت بحبها لحد تانية اعدادي، كنت بجيب فيها درجات تحفه جدا، كان ممكن انقص درجه درجتين، بس مش عارفه ايه اللي حصل لما دخلت ثالثه اعدادي. يا جماعه انا الماس الترم الاول كنت ضايعه فيه بكل المقاييس، زي ما قلت لكم ما كنتش مشتركه مع منصه الخطه، بس سمعت المراجعه بتاعتهم. مستر احمد صلاح بجد شرحه تحفه قوي بجد، يعني ربنا يبارك له لما الماس الترم الاول، لان انا سمعت المراجعه بتاعته الجبرا والجيومتري، وسمعتها بس حرفيا في او يعني اخر اسبوع قبل الامتحان. ليله الامتحان قعدت احل محافظات وبس كده اهو، ودخلت الامتحان حرفيا كنت بهبد وكنت بحل بطريقه غريبه عجيبه، بس ده طبيعي لان واحده لما الماس في اخر اسبوع قبل الامتحانات ماث، فمين يعني محتاج بقى حل ومش عارفه ايه، انا ما عملتش كل ده، فبجد اي نعم ما كنتش جايبه درجه حلوه قوي، بس الحمد لله. المشكله برضو فيا للاسف، لان حتى لما اشتركت مع منصه الخطه كانت المشرفه بتاعتي عملت ذاكري ماث طبعا هذاكر امال ايه، وانا الحمد لله يعني لميت برضو الدنيا اخر اسبوعين ولا حاجه. وكنت بتابع برضو طبعا مراجعات منصه الخطه، لان انا كده كده مشتركه فيها، وحل المحافظات بتاعتها. لكن لو انتوا عايزين مدرس غير منصه الخطه فمستر محمد سعيد طبعا، قناته اسمها دروس ماث. لو انتوا ماث مش رياضيات فاكيد انتوا تعرفوه، يعني غنيه عن التعريف. المستر ده يا جماعه اكبر غلطه عملتها في الترم الثاني ان انا قررت ان انا انزل اوفلاين ليله الامتحان، وعشان على اساس ان انا الم الدنيا لان انا ضايعه وبتاع، فضيعت نفسي. دخلت الامتحان بتاع الالجبرا، لو انتوا عارفين امتحان الالجبرا في القاهره السنه دي كان وحش جدا، عشان ما الاقيش حد كاتب لي في الكومنتات ايه القاهره سهله موت وده الجبرا وبتاع، لا الالجبرا السنه دي يعني خرب كل التوقعات. عارفين روحت البيت لقيته منزل اسئله من الشيت اللي انا حاطاه على الترابيزه اللي انا ما رضيتش اذاكره دوت، وقلت هنزل اوفلاين عشان الم نفسي، وحرفيا جت عندنا في الامتحان وعايزه اعيط. بس اتعلمت من اخطائي في الجيومتري، والحمد لله سمعت المراجعه بتاعته ليله الامتحان كان حل الشيت يا جماعه. واكتر حاجه صح عملتها في حياتي ان انا لاول مره في حياتي اسمع كلام مدرس، لان انا لما كنت ببقى مزنوقه في الماده وعايزه اخلصها بسرعه كنت بسمع وما بحلش ورا المستر، وكان دايما المستر يقول لي يا حبيبي الماس بيتحل بالايد، لازم تكتب ورايا وتحل المساله قبل ما انا احلها. بس مش عارفه امثل طريقته، بس هو بجد يعني طريقته كده. انا قررت لاول مره في حياتي ان انا اسمع كلام مستر الماس واحل وراه كل مساله بيحلها، والحمد لله دخلت امتحان الجيومتري نقصت فيه تقريبا درجه ونص حاجه كده، وعوضت الالجبرا اللي كان حرفيا كنت خايفه اشيلها. صح نسيت اقول حاجه، لو انتوا مش ساينس او مش ماث يعني علوم ورياضيات، فعندكم ميس اسماء للعلوم والاحياء، دي طب في العلوم صراحه، يعني انا عارفاها، وفي مره سمعت لها درس بالعربي مش عارفه ليه، بس تضييع وقت عادي، هي شرحها حلو قوي. وفي برضو انا ما سمعتوش بس اعرف عنه لان انا سمعت ناس كتير بتتكلم عنه، وهو هو مستر مقهى ماث او مقهى رياضيات، مقهى ماث ازاي؟ مقهى الرياضيات يا جماعه. وفي برضو منصه الخطه اصلا في مستر اسلام للعلوم، وفي مستر مش متذكره اسمه صراحه، بس هو برضو بتاع رياضيات، الناس بتشكر فيه جدا على منصه الخطه، فاسمعوهم لو انتوا عربي. بس كده يا رب اكون جمعت لكم كل المدرسين اللي تقدروا تستفادوا منهم، ودي تجربتي كامله في اعدادي خصوصا ثالثه اعدادي. واحسن مدرس او احسن مدرسه في دول كلهم وهي ميس اسماء، دي يا جماعه المشرفه بتاعتي في منصه الخطه، فدي احلى حاجه في قصه اعدادي كلها، واحلى حاجه في قصه ثالثه اعدادي كلها، واحلى حاجه في قصه الترم الثاني في ثالثه اعدادي كلها، وبحبها بجد جدا لان انا عارفه ان هي هتشوف الفيديو ده، فانا بحبك جدا يا ميس، وبجد شكرا لتعبك معايا طول السنه. ويا جماعه اشتركوا في منصه الخطه عشان تشتركوا، يعني يبقى عندكم مشرفه قمر زي ميس اسماء، بجد مشرفات القمر مشرفات منصه الخطه كلهم تحفه. كان برضو عندي ميس منى، بجد يا جماعه
امور قوي. ما كملتش معانا كتير في يعني تبقى المشرفه بتاعتنا كتير، وكملت معانا ميس اسماء بس. يا جماعه اللي انا عرفته من تجربتي مع مشرفات الخطه ان كلهم امارات. بس يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. عارفه ان هو طول حبتين 3 4 بس عشان اقدر اوصل لكم كل المعلومات اللي اعرفها. وبس كده، اشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.